لا شك أن وحشة القلب وفراغه وظلمته لا يجليها إلا الأنس بذكره عز وجل، ولا يدفعها إلا الصدق مع الله وحسن التوكل عليه. فالمؤمن المحتسب ثابت في معية ربه، مستحضر مراقبته له في سائر أحواله، يجتهد في طاعته ويستقبح أن يبادر ربه بالمعاصي وسيء الأخلاق، قصده وجه الله عز وجل والسعي لنيل مرضاته. إنه مقام صفاء العبد مع الحق والصدق معه عز وجل في السر والعلن وفي ظاهره وباطنه.